كبده الفراخ هنعملها بقى كبده اسكندراني. بجيب كبده الفراخ والقلوب عشان بيستووا مع بعض عادي، واقطعهم واغسلهم غسله كويسه، واقطعهم عصافيري كده. معايا كمون وليمون وثوم وفلفل اسود، وفلفل كمان اخضر، وليمون. بسخن الطاسه كويس واحط فيها الكبده دي. اول ما تبدا تطلع الميه بتاعتها زي ما احنا شايفين بتطلع كميه ميه كبيره، واحطها في المصفى انا غسلاها واسيبها تصفي. وبعد كده احط عليها كمون، شويه كمون وفلفل وكزبره وشويه ليمون وشويه توم، اقلبهم مع بعض كويس، واحط طاسه على النار، احط فيها زيت على سمنه، وانزل فيهم بالكبده دي لحد ما تبدا ان هي طبعا بتستوي، هي مستويه طبيعي. وبعد كده بحط عليها شويه ملح، وهنزل عليها على الفلفل البصل اللي محطها عشان يكترها مش اكتر، عشان كان عندي الفلفل شويه صغيره. بعمل الخلطه بقى اللي انا احطها عليها، اللي هي الدقه بتاعتها، اللي هي بحط شويه ليمون عليهم، خل وكمون وفلفل واللي هو والثوم، وبعدين اقلبهم عليها. وكده تبقى هي خلاص كده تمام، استوت معانا وبقت ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو جدا.